تمرينة الدمبل شولدر بريس واحد من اشهر واحسن التمارين للكتف لما يتعلق الامر بالبناء العضلي وضخامة الكتف. هنشرح هنا زي ما عودتك كل مرة التشريح والاداء الصحيح بداية من البنش لحد ما تيجي تنزل الدمبل مع تجنب الاخطاء وتريكات مهمة محدش قالها لك قبل كده. نبدأ بالتشريح ونقول ان الكتف ليه 3 هيدز، الاسم العلمي بتاعهم anterior delt, middle delt و posterior delt. ممكن نقول عليهم front head, lateral head او rear head. التمرين بتاعنا هو استهداف الفرونت ديلت مع جزء بسيط من الكتف الجانبي، لكن خليني اقول لك معلومة مهمة ان الكتف خصوصا في مجموعات الكومباوند بيكون شغال كله، لا اذا بدأنا نعمل ايزوليت تمرين معين. زي ما علمتك ليه بتعرف تشريح، ولما تعرف تشريح لازم تتعلم البايوميكانيك عشان تعرف وظيفة وحركة العضلة والالياف وتبدأ تعمل وظيفتها لكن باوزان، فتبدأ العضلة بتاعتك تجرو. وظيفة عضلة الفرونت ديلت هي رفع الدراع لفوق في وضع بنسميه فرونت اوف يور بودي. عرفت المعلومة ديت خليها معاك وهنحتاجها قدام. يلا بينا نبدأ بالبنش. معظم الناس بتبدأ على زاوية 90 وده مش احسن حاجة لراحة الكتف وراحة الظهر. في دراسة اتعملت سنة 2013 عن حاجة اسمها Effects of your body position and loading modality on muscle activity and strength in shoulder press. بمعنى ان وضعية الجسم مهمة جدا لما يتعلق الامر بالقوة والبناء العضلي. فهنظبط البنش بتاعنا على زاوية 60 ل 70، ده بيديك اداء احسن للكتف خصوصا ان ظهرك بيكون مرتاح، وكمان بيقلل من حاجة اسمها less load external rotation للكتف، وده هشرحه لك قدام في الفيديو. خليك معايا. الكوع سلايد بين علشان ما تحملش على مفصل الكوع ومرة مع مرة هيؤدي الى التنس البو ويسبب لك اصابة ممكن تقعدك من الجيم 15 يوم ل 20 يوم. الدمبل استخدم رجلك لرفع الدمبل بشكل مومنتم علشان يديك قوة دفع للدمبل بالشكل ده. بلاش ترفع الدمبل وانت واقف وتقعد بيه علشان ممكن يأذي ظهرك. لما ترفع الدمبل بلاش تضم الدمبل وتخليه يخبط في بعضه، هنخلي فيه افضل قبضتين بين الدمبل علشان تفضل عامل تنشن كتير على العضله. كمان تقدر تتحكم في الدمبل بتاعك. من جماليات التمرين ده ان انت وانت طالع مشغل العضله وانت نازل مشغل العضله. في حركه بنسميها حاجه بنسميها concentric all the way up، يعني وانت طالع انت عامل تنشن على العضله، وانت نازل في الحركه B بنعمل حاجه اسمها eccentrically ودي بنسميها all the way down، يعني وانت نازل عامل حاجه اسمها tension on the muscle. ده بيخلي ان التمرين يكون الافكت بتاعه جامد جدا. وانت نازل بلاش نص عده بمستوى الكتف، لازم تعمل فور رينج اوف موشن مدى حركي كامل عشان تستفاد من التمرين. ضم الكوع على جسمك وانت نازل عشان نبدا نطبق مبدا arms in line with the scapula، وده وضع امن للكتف هيجنبك الاصابه وهيخليك تعمل اداء صحيح بنسبه 100%. خد دي كمان، لما تعمل الكوع قدام ده بيخلي الكتف الامامي شغال اكتر وبيركز عليه اكتر مع حاجه بسيطه خالص من الكتف الجانبي. فانا عايزك تعمل internal rotation للكتف وبعد كده تنزل السكابولا لتحت، ده هيخلي الاداء بتاعك احسن. بلاش نلف الكوع علشان ما يعملش حاجه اسمها external rotation، وده لما بيحصل مع الوقت مره مع مره بيجيب لك اصابه. زي ما شرحت ان الوضع ده مش امن للكتف، الوضع الامن للكتف هو internal rotation، ولف كوعك بالشكل ده مؤذي جدا. فحاول نطبق مبدا arms in line with the scapula and internal rotation للكتف علشان تبدا تخلي الكتف بتاعك في امان اكتر. كرر التمرين ده لحد بري فاتيج او لحد الفشل العضلي حسب هدفك من التمرين. بعد ما تخلص انزل بالدمبل على رجلك بالراحه. بس كده، مبروك عليك دمبل شولدر بريس باداء صحيح 100%. ما تنساش الشير بنيه نفع الغير، ما تنساش اللايك، مش خساره فيا.